بناء أي دولة هي الطريق. لو عايز تعرف بلد بتتطور ولا لأ، بص على الطرق الأول. من سنة 2015 لحد 2025 مصر دخلت أكبر مشروع طرق في تاريخها الحديث. أكتر من 7000 كيلومتر طرق جديدة اتعملوا من الصفر. طرق بتشق الصحراء وبتربط مدن ما اتفتحتش من سنين. محاور بتربط شرق البلد بغربها وشمالها بجنوبها، في وقت كان الطريق الواحد بياخد ساعات زيادة من الزحمة والاختناق. محور رود الفرج، واحد من أعرض الكباري في العالم. تحيا مصر، اللي بقى رمز للجيل الجديد من البنية التحتية. محور 30 يونيو، اللي بقى شريان اقتصادي بيهرب الزحام عن مدن بحالها ويربط مواني بطول الساحل. طرق جديدة بتوصل الصحراء بمدن كانت ميتة، مدن ما كانتش على الخريطة، بقت النهاردة مربوطة بشبكة تخليك توصلها في ساعات قليلة. الأول مرة بقى في طرق بديلة لكل محور رئيسي. لما طريق يتزحم، في 2 تانيين بديلين. ده مش رفاهية، ده اللي بيخلي الإسعاف يوصل أسرع، اللي بيخلي الاستثمار يدخل أي منطقة، اللي بيخلي المدن الجديدة تعيش، مش تبقى مجرد مباني في الصحراء. شبكة الطرق دي هي العمود الفقري للي هيجي بعد كده. مدن جديدة، مصانع، مواني، زراعة في الصحراء، كل ده كان محتاج شرايين توصلوا بالحياة. عشان كده لو سألت أي خبير تنمية إيه أول علامة إن دولة بتقوم، هيقولك بص على الطرق وبس. لما تسمع عن